بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال وارق بال. يكون يوم عليكم يوم رزق وسعادة وامن وامان وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده يا حبايبي هنعمل كباب حلة، اكلة سريعة وحلوة ونعملها بالخضار. يمكن الجديد انها تعمل بالخضار، بس الاكلة فعلا جميلة جدا مع شوية رز. هنبدأ خطوة خطوة بالراحة كده بطريقة سهلة وحلوة، وكويس ان في الحمد لله الناس بتعرف تجيب لحمه في الوقت اللي احنا فيه ده الحمد لله. كده هنحط اول حاجه شويه توم، يعني احنا مش عايزين، مش فيش لحمه كتير، ده هو كيلو يعني الحمد لله نعمه فضل ربنا. حطينا عليه 5 فصوص توم مقطعين. بعد كده هنحمره شويه، نسيبهم مع نفسهم مع اي ماده دهنيه، اي ماده دهنيه، شويه سمنه شويه زيت الموجود في البيت يسيب اي حاجه. بس سامحوني لو الصورة مش حلوة مش واضحة، لأن أنا بصور في الإيد وبحط حاجة في الإيد. الحمد لله. كده حمرنا التوم شوية، هنحط ننزل باللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب اللحمة كده وهنهدي على النار. دلوقتي هنخلي النار بسيطة. نقلبها شوية وبعدين هاجي اقول لكم هنحط عليهم كده. دي حطيناها وحطينا عليها، حطينا البصل او عفوا الثوم وحطينا اللحمه وحطيناها شويه صغيره لغايه بس نصبح في من جنب. اقلبها واتابعها اقلبها وبعدين اروح احط عليها ايه كده. انا كده قعدت اقلب فيها بحيث ان هي اللون الاحمر بتاعها ينشف خالص. كده عملنا لها صدمه، يعني كده مبقاش فيها اي دم، اي لون احمر ممكن تطلع دم، لان لو كان في الاول حطينا ميه او حطينا اي حاجه كانت تطلع، كان اللون يبقى احمر. كده اتشمعت زي ما بيقولوا الطباخين. هنحط ايه؟ هنجيب بصل مقطعين طرنشات وهنحط كميه كويسه. شويه نغطي ونرجع نفتح الغطا تاني ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. كده لسه برضه الميه شغاله بتاعت البصل. البصل دايما في اي اكل كل مش عايزين نحط ميه فيه، البصل بينزل ميه كويس. ريحه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. البصل مع الثوم مع اللحمه بالهنا والشفا، الكل ياكل وكل يعمل اكله حلوه. نحط بقى توم، قوطه مقطوعه قطعه طرنشات مكعبات اللي يجي على يد بالكم قطعه وسيبوه، يعني ملهاش قطعه معينه لان كل ده هيتهري مع بعض. كده حطينا القوطه معاها قطعناها وحطيناها مع اللحمه. ده كباب حله على اصله. ما اعرفش الواحد بيشوف كباب حله انواع زي ما بيقولوا كده، ايه كل شيخ وليه طريقه. ده كباب الحله الاصلي نكتم عليها، لان احنا البخار ده مهم جدا تحتفظ بيه اللحمه. اقول لكم هنعمل خضار ازاي وانا هحط ايه تاني، خطوه خطوه مع بعض عشان ما اطولش عليكم. بس احنا كده القوطه بتتسبك، احنا ما حطيناش ميه خالص، خلي بالكم حبايبي، كل ده من البصل والثوم والقوطه، ما حطيناش اي ميه. نسيبهم مع بعض يستووا كده مع بعض ويتسبكوا، وهنهدي النار على الاخر. لو ما يقدرش البوتاجاز مش مساعدنا نوطيها على الاخر، نوطيها ونحط شوايه لغايه لما تبدا اللحمه خلاص في السوا. هننزل بالخضار ونشوف ايه الخضار اللي نحطه معاه، وهتبقى الطبق شهي قد ايه. وخليكم معايا. بصوا يا حبايبي، احنا كده هي كده لحمه كباب حله، اللحمه بتاعته استوت، يعني انتوا بتحطوا شويه ملح، بس احنا بنحبها زياده سوا. يعني هو استوت خالص بجد، حطيت منها حته ما فيش منها مشكله مستويه، بس هخليها سوا تاني شويه صغيره مع الخضار. لكن هي كده استوت. واللي عايزه كباب حله كده هي جاهزه. ممكن
نسرع النار هتنشف السوائل دي، هتبقى كباب حله زي ما قال الكتاب. بس احنا عايزين الصوص ده عشان هنعمل لسه طبيخ اكل، هنعملها وجبه لحمه وخضار وجنبها شويه رز زي الفل. احنا هنحط اول حاجه هنا بسله وجزر، ومش هنعمل حاجه تانيه، دول الاتنين مع بعض زي الفل. احنا دلوقتي هنعمل ايه بس عشان ايديها بصور بايد واحده. هحط على دول معلقه صلصه او معلقتين حسب الاحتياج، واحط شويه ميه صغيره حوالي كوبايه او كوبايتين شاي. وبعد كده بعد ما يبدا ويستوي شويه الجزر والبسله هنحط حاجه تانيه، هتبقى وجبه شهيه وموفره جنب شويه رز سواء بالشعريه او بالخضار او بالابيض زي الفلفل زي الفل. كده يا حبايبي حطيت حوالي كوبايتين شاي صغيرين وحطيت صلصه، هيتقلبوا مع بعض كده وعليت النار، لان احنا كنا مخلينها تستوي على نار هاديه عشان ما نحتاجش ميه عليها تاني. احنا مش عايزين ميه، لو هناخد كباب حله بس خلاص يبقى كده مفيش مشكله، نسيبه على النار شويه ينشف السائل اللي فيه وخلاص. لكن احنا دلوقتي عايزين نستفيد بالاكله ونحط شويه خضار جنب شويه رز حلوين جدا. كده حاطين دول، مجرد ما يغلي ههدي النار عشان لسه في نوع خضار تاني هنحطه، هتبقى اكله شهيه جدا. وده كباب الحله بالخضار. اهو يا حبايبي كده حطينا عليها البطاطس وقلبتها البطاطس. كده اكله مليئه بالعناصر الغذائيه جميله جدا جنب شويه رز. اللي مش عايز رز ياكل بعيش براحته. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ لو انا عايزه كباب حله بس فقط لا غير، هجيب اللحمه وشويه الثوم الصغيرين دول احمرهم واشوح فيهم اللحمه لغايه لما ما يبقاش في لونها احمر خالص، تبقى لونها كده زي ما فيش احمر يعني ما فيش دم خالص، تاخد صدمه يعني من الاخر. بعد كده انزل عليها بالبصل، وبعد فتره انزل عليها بقوطه. القوطه حسب ما انا عايزه بقى. لو انا عايزه اخليها كباب حله بس ما كترش القوطه. معلومه بس يا حبايبي، احط قوطتين ثلاثه، احط قوطه بالطلب عشان تدي سوائل للحمه، لان في كباب الحله مش هحط ميه خالص. فانا هعمل ايه؟ هحط بس قوطه ولا قوطتين ثلاثه واساويها، لو لقيتها لسه محتاجه سوا تاني اقطع قوطه ولا اتنين تاني. لكن انا عملت ايه؟ عملت انا اساسي عايزه كباب الحله استفيد بيه واللحمه تستوي في ميه البصل وفي والثوم والحاجات دي، وبعد كده ابدا اضيف اللي انا عايزه اضيفه عليه. يعني احنا كده حطينا البطاطس مع البسله، لانها البسله والجزر قربوا يستوي عشان ما نتوهش من بعض، وعشان اللي عايز كباب حله فقط لا غير يبقى نجيب التوم ونحط اللحمه نشوحها في اي ماده دهنيه، سمنه على زيت، سمنه اي ما تحبه، زيت، تشوح شويه لغايه لما اللون الاحمر بتاع الدم ده يمشي، ونبدا نحط عليها البصل. كميه بصل كويسه، البصل بيعدل يعني بيظبط الدماغ من الاخر زي ما بيقولوا كده. بعد كده خلصنا الخطوه دي، بعد فتره تتقلب وتحط على النار فتره، ونضيف لها شرايح قوطه. شرايح القوطه حسب الطلب، يعني لو عايزاها كباب حله بس مش هحط اي خضار، احط نسبه قوطه قليله عشان عمال ما تستوي تكون شربت الصوص بتاع القوطه، عصير القوطه اللي نزل منها تشربه وتشرب ميه البصل وتبقى هتنشف كده. في الحاله دي هتبقى ناشفه كباب حله، هو ناشف حتى كأنه مشوي، طعمه جميل جدا. وممكن اضافه تانية ممكن ناخدوه ونحطه في الفرن شويه صغيره، ونحط عليه حته زبده صغيره، نولع الشوايه من فوق، هيبقى كباب حله ما حدش ياخد باله انه مشوي ولا مش مشوي، ده جميل جدا. بس انا مش عايزه كباب حله نفسه كده، لا، انا عايزه استفيد بالطبخه، اعملها بخضار، تبقى وجبه غذائيه متكامله مش لحمه بس. عايزه يبقى فيها خضار، تبقى فيها الحله كده يعني الناس تاكل منها مع رز، تبقى وجبه كويسه. وعشان كده حطيت عليها الخضار اللي هو مشكل الفاصوليا، عفوا معلش البسله، حكايه فاصوليا دي، البسله والجزر، وبعدها البطاطس. على فكره اقول لكم على حاجه يا حبايبي، مش هتصدقوا، بس اللي يصدق يصدق وما يصدقش براحته، لان انا ما بحبش اقول كذب، ما بحبش اقول حاجه كذب. يمكن اول واحده من حوالي 20 30 سنه، لا والله يمكن اكثر من 30 سنه، انا اللي والعوذ بالله من قلتها اللي دخلت البطاطس في البسله، لان عملتها اللي زي ما بيقولوا كده ايه، الحاجه ام اختراع.
عندي ولاد ما كانوش بيحبوا البسله نهائي ولا الجزر، ما بيرضوش ياكلوها، فبيحبوا البطاطس، فحطيت لهم دي في الوسط. بقيت اسوي البسله وممكن احط معاها فاصوليا والحاجات دي كلها وجزر، واحط لهم معاها البطاطس. بقت خلاص وجبتنا المفضله. ده في حاجه تانية برضو من حوالي نفس التاريخ، حوالي 20 سنه او 30 سنه، والله يبقى 30 سنه يمكن. انا برضو كان اولادي عاوز اقول ما يحبوش ياكلوا السمك، يعني لما اقول لهم صينيه السمك ما يرضوش ياكلوها، يطلعوا عيني عشان اقعد افصص لهم واديهم، كانوا صغيرين. بقيت اعمل ايه؟ بقيت احط البطاطس، يعني اكني بعمل صينيه بطاطس، بس اقلل كميه البطاطس شويه عشان الصينيه تشيل، واحط السمك فوقها متبل وكل حاجه. نفس الحكايه اما قلت الناس من حوالي، الحكايه دي بعملها من 30 سنه، اما قلت الناس من حوالي 12 سنه كده 15 سنه هنا في القاهره، انا ما كنتش قاعده في القاهره الاول، هنا في القاهره ما صدقوش، اقول لك ايه ده ازاي طعمها وبتاع، والله في ناس اديتهم يعني جهزت سنه يودتهم منها يدوقوها ما صدقوش طعمها، بقول لك هنعملها. وفي واحده قالت لي طب والله اللي هجربها على طريقتك واشوفها. يعني لما يكون في اطفال في البيت بيخلينا يعني نفكر ندخل اكل في اكل عشان نخليهم ياكلوا الحاجه اللي عايزينها. لكن هي البطاطس بصراحه محببه عند الكل كبير وصغير. ما اطولش عليكم، انا هغطي الحله شويه وما تستوي البطاطس هجيلكم حبايبي. بصوا يا حبايبي، احنا عملنا اكله جميله جدا، كباب الحله بطريقته. اللي عايز، احنا ده رز خضار على فكره، دلوقتي موسم الخضار بسله وجزر، فنشبع منه يعني، المفيد الحاجات دي مفيده للجسم والاطفال. احنا عملنا اسرع وجبه والذ وجبه بكيلو لحمه، عملنا حله مليانه قد كده. عملنا طريقه الكباب الحله بس عملناها بالخضار المشكل وجميع انواع الخضار زي ما انتوا عايزين. اللي عايز يعملها كباب حله بس الخطوات قلنا عليها ويكتفي وما كترش قوت اولها. لا، اللي عايز يعملها حله كده مشبعه والبهريز بتاع اللحمه نستفيد بيه في الخضار نعملها بالطريقه بتاعتنا. ده كباب حله بالخضار، اكله موفره وجميله جدا، وحطينا ملح بعد ما اللحمه تستوي خالص. جربوها، اكله مغذيه مش عشان اللحمه بس، لا ده انتوا الخضار لو عملت اللحمه بس وشلتها خلاص كباب حله مش هستفيد بيها قوي، لكن الصوص بتاعها اللي نازل منها ده كله غذاء، فالاحسن نطبخ على حاجات ونستفيد منه كده اسرع وحاجه جديده. يعني ده ايه نقدر نقول ايه حصريا، كباب الحله بالخضار المشكل، مش هتلاقيه غير عندنا احنا على القناه بتاعتنا باذن الله. يلا يا حبايبي جربوا وبالهنا والشفا، دمتم سالمين غانمين، امين يا رب العالمين.